الفيديو ده انا بعتبره من اهم الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها على موضوع العلاقات. وطالما انت فتحت الفيديو ده سواء انت راجل او ست، فاتمنى انك تشير الفيديو ده مع الشباب اللي انت تعرفهم او الشباب اللي انتوا تعرفوهم، لان الفيديو ده هيفيدهم sooner or later، يا دلوقتي يا بعدين، ايا كانت المرحله اللي هم فيها. بس الفيديو ده هيفيدهم 100%، لان الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده مش مبالغه، حرفيا هو ما بيتقالش على السوشيال ميديا خالص. والناس كلها ما بتحبش تقول الكلام ده على السوشيال ميديا، لان الناس بتحب تكسب اكبر قاعده جماهيريه. والكلام اللي انا هقوله ده هيزعل نسبه كبيره جدا من الناس، مش هتحب الكلام ده ابدا. بس في الاخر دي شهاده حق، انا لو مت النهارده هتحاسب على الكلام اللي انا بقوله ده والكلام اللي انا بوصله للناس. دي شهاده حق لازم اقولها زي ما هو طالع قدامكم في اسم الفيديو. الفيديو ده هتكلم فيه على النقط اللي انت لازم تخلي بالك منها نقطه نقطه وانت جاي تختار شريكه حياتك. اول نقطه لازم تهتم بيها ان البنت تكون صاحبه دين. يعني ايه صاحبه دين؟ يعني تكون ملتزمه دينيا. واحد دلوقتي هيسالني هيقول لك ايوه ملتزمه دينيا دي كلمه واسعه قوي فضفاضه، يعني ملتزمه دينيا ازاي؟ يعني ايه هي صفات اللي تكون موجوده فيها؟ بصوا يا جماعه، خليني اقول لكم اول حاجه قبل اي حاجه كده، خليني اوضح نقطه. الحديث بتاع الرسول كلنا عارفينه، واصفر بذات الدين تربت يداك. المراه تنكح لاربع: جمالها ومالها ونسبها وكده. بس في الاخر فاصفر بذات الدين تربت يداك، لان اهم حاجه هي ذات الدين. طبعا الحديث بتاع الرسول بينطبق على كل الازمنه، انا فاهم كويس جدا، بس بالذات في الزمن ده مستحيل تاخد واحده ما تكونش متدينه. انا هشرح لك ليه. لان في الزمن ده، احنا في زمن السوشيال ميديا، البنت غصب عنها في السبكونشس مايند، في اللاوعي، بتحس انها سهل تجيب الفاليديشن، سهل تجيب التقدير، سهل تجيب ان الناس تحس بقيمتها عن طريق السوشيال ميديا. البنت بس لو كتبت كومنت، بس كومنت على اي حاجه من السوشيال ميديا، على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، هتلاقي لها هيجي لها 20 30 ريبلاي. انت كراجل لما بتكتب تعليق بيجي لك واحد ولا اتنين، هي كبنت بيجي لها 20 30 ريبلاي وكذا واحد بيبعت لها على الخاص. ما بالك بقى لو البنت دي نزلت فكره اللي هو انا متدمره، انا زعلانه نفسيا، الرجاله كلهم سيئين، هتلاقي حرفيا 1000 واحد داخل يتواصل معاها على الخاص. ده كله بيحسس البنت بايه؟ بيحسس البنت ان انا متشافه، ان انا متقدره، ناس كتير عايزه تطبطب عليا، ناس كتير عايزاني. طبعا هو نقص وعي، انا هنا مش جاي اتكلم على الفكره دي، انا بتكلم على فكره ان الدين لازم يكون شرط اساسي. لو البنت ما عندهاش دين هتشوف الحاجات دي حاجه كويسه، هتشوف ان الحاجات دي امور كويسه، هتحاول تجيب الفاليديشن اللي ناقصها من العلاقه معاك، هتجيبها بره. لو حصل في اي وقت وانت ارتبطت ببنت، طبيعي جدا العلاقات بتمر بابس اند داونز، يعني بيبقى وقت كويس جدا العلاقه في بينكم، وقت كده العلاقه بتقع شويه. لو في الوقت العلاقه فيه واقعه شويه وهي مش صاحبه دين، هتروح على طول تكلم اللي بره، هيبقى موضوع كارثي خلاص، دخلت طرف ثالث، يبقى العلاقه دي اساسا انتهت تماما. واحد دلوقتي يجي يقول لك لا اهم حاجه عند البنت الاخلاق. ما هي البنت لو عندها اخلاق عاليه مش هتعمل كده. تعال دلوقتي اوضح لك، لا الموضوع مش فكره اخلاق. بصوا يا جماعه، المسلسلات كلنا حتى بيتكلموا فيها وبيطلعوا ان البنت صاحبه اخلاق والست صاحبه اخلاق وكل حاجه. ايه اللي بيحصل فيها؟ بتطلع كده في المسلسلات ويبقى الناس كلها متعاطفه معاها وكل الستات متعاطفين معاها، مش عايز اذكر اسم المسلسل يعني. بتطلع ان البنت بتقول ان انا كلمتك كتير عشان تهتم بيا بس انت ما اهتمتش، فانا اضطريت ان ارجع اكلم الاكس بتاعي بعد ما يكون هو اكتشف ان هي بتكلم الاكس بتاعها. فهو بيقول لها ازاي تعملي كده يا ست يا محترمه؟ تقول له ما هو انا جيت كتير طلبت منك ان انت تهتم بيا وانت مش مركز معايا، وانت بتكلم ستات تانية وبنات تانية ومش عارف ايه. هي دي المشكله، لما الموضوع بيتساب للاخلاق اللي بيحصل، البنت بتبرر لنفسها، لان الشيطان بيبقى هو ساعتها اللي مسيطر عليها، ان هو عايش حياته، ان هو بيكلم بنات تانية، ان هو كده كده مش مهتم بيكي، هو كده كده مش شايفك. فايه المشكله لو رحتي جبت الاحساس ان حد بيهتم بيكي من بره، او من حد قديم كان صاحبك، او من زميلك في الشغل، او من زميلك في الجامعه، او غيره. فساعتها الباب بيتساب مفتوح، طالما الموضوع بقى للاهواء، بقى فكره اخلاق. الاخلاق بتقول ان انت زي ما ظلمتني اظلمك، صح؟ مش هي دي الاخلاق؟ ولا ان انت ظلمتني ما ينفعش اظلمك؟ لا، ظلمتني اظلمك. لكن الدين هنا بيقفل الليله دي خالص. فانت في الزمن ده كشاب، انا تاني والله معلش بوضح النقط بالتفسير بس لان النقط دي مهمه قوي، والنقطه دي بالذات نقطه الدين دي اهم نقطه. انت كشاب لو انت هترتبط ببنت، البنت دي مش هتكون صاحبه دين، حياتك كارثيه كارثه. لازم تاخدها صاحبه دين جدا. ايه بقى الفيتشرز بتاعت الدين؟ اول حاجه الفيتشرز بتاعت الدين في البسها. يعني ايه البسها؟ يعني في الحجاب واللبس الواسع والفضفاض. البنت اللي مش من جواها حياء، تمام، مش من جواها خجل، هو بينعكس لبره. يعني مستوى خجل البنت بينعكس على لبسها. دي اول حاجه، دي اول حاجه تحكم عليها. هل ده بس اللبس؟ لا طبعا مش بس اللبس، في حاجه اسمها التعاملات، ودي النقطه الجايه اللي انا هتكلم فيها. بس اول حاجه تخلي بالك منها لبس البنت. البنت اللي مستعديه انها تبين جسمها وتبين 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 بره، وعارفه ان الرجاله كتير بيبص عليها، ما تقنعنيش ان البنت دي عندها حياء عالي. البنت ما عندهاش حياء عالي يعني معاك مش هيبقى عندها حياء عالي، يعني هتتمادى عليك.
هتتطاول عليك، مش هتلاقي هتعاملك بالاحترام وبالشكل المناسب. ليه؟ لان هي اساسا ما عندهاش حياء على جسمها، على ما تملكه، وعارفه ان الرجاله كلهم بيبصوا عليها وطالعه مبيناه. وده طبعا مش بس للبنت اللي مش محجبه او البنت اللي مبينه جسمها، لا خالص يا جماعه. حتى في الحجاب الغريب اللي احنا بنشوفه في الدول العربيه الايام دي، ولا اللبس القصير، ولا البنطلون الضيق، ولا الحاجات البلوزه اللي بتخش جوه البنطلون، والحاجات الغريبه اللي احنا كلنا بنشوفها دي، الحاجات دي كلها ما تنفعش. البنت اللي ما عندهاش حياء بينها وبين نفسها وعارفه الموضوع ده، هي مستوى حيائها بيبان على اللبس بتاعها. البنت اللي خجوله بتلاقي دايما لابسه واسع، ولابسه طرحه ومخبيه شعرها، مهتميه جدا شعرها ما يطلعش، مهتميه جدا دراعها ما يبانش، مهتميه جدا لبسها واسع. فاول حاجه تخلي بالك منها لبس البنت عامل ازاي. تاني حاجه تخلي بالك منها تشوف هي نظرتها في التعامل مع الراجل ازاي. ياما في بنات محجبات وملتزمات وبيصلوا الصلوات كلها وبيصوموا السنن وكل حاجه، تمام، بيعملوا كل حاجه، لكن لما تيجي هتتكلم معاها كعقليه في التعامل مع الراجل، تيجي تقول لك انا زي الراجل، انا زي الراجل. لا، انت زيك مش زي الراجل، انا مش زيك. اول ما تتكلم مع واحده تقول لك انا زيك، خلاص. انا بقول لك كده زي ما قلت لك في الفيديو، هتلاقيني بقول في النص كلام كتير، اول ما يتقال ابعد عنه واهرب على طول. اهرب حرفيا. اول ما تيجي البنت تقول لك انا زيك، اهرب، ابعد خالص تماما، ابعد عنها، اهرب. اللي هو تمام، اوكي، دي وجهه نظرك، برافو عليكي، شكرا جدا، اتشرفت بمعرفتك، سلام عليكم. ما تناقشهاش، ما تناقشهاش. ليه؟ لان دي عقليتها، انت مش مطلوب منك تغير الناس، انت بتسيب البنت اللي قدامك تتصرف بالطريقه اللي هي عايزاها، وانت احكم اذا كانت هي صالحه ولا لا. فلو لقيتها هي اتصرفت بالطريقه دي وبتقول لك انا زيك، اتكل على الله، اهرب، اهرب يا ولد حرفيا. لا شكرا، سلام عليكم. لو لقيت البنت اللي قدامك بتقول لك اوكي انا هطيعك في كل حاجه الا في الشغل، هطيعك في كل حاجه الا في الشغل، الشغل ده قراري، انت واخد واحده متعلمه، انا لازم اشتغل، اهرب يا ولد، اهرب يا ولد. انا بقولها لك صراحه. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها في الدين اسمها كده. انت كست مطلوب منك تطيعيني تماما. طب في حاجه ما فيهاش معصيه الله، انا مش هطلب منك حاجه تعصي ربنا. طب ما طلبتش منك حاجه تعصي ربنا، دي وجهه نظرك. واخدك متعلمه، واخدك الاولى على الدفعه، واخدك عامله دكتوراه، عامله ابحاث، واخده جائزه نوبل، ده موضوع. وفي الاخر لما هنخش في اطار الزواج، فشروط الزواج اللي ربنا قالها هتمشي. انت مطلوب منك تطيعيني طالما انا مش بطلب منك حاجه فيها معصيه الله. لو انا شايف ان الشغل ده وقته مش وقته، انا شايف الشغل اللي انت بتشتغليه ده مش وقته، هاجي اقول لك لا ما تشتغليش. حقك تناقشيني، تقولي لي ليه ومش عارف ايه، هناقشك، هوضح لك ليه وجهه نظري. لو عرفنا نوصل لوجهه نظر في النص تمام، ما عرفناش هتقولي لي حاضر، من غير ما تقلبي وشك، من غير ما تنكدي، من غير ما تعملي اي حاجه. ليه؟ انت لازم تطيعيني. فالست اللي تيجي تقول لك بص انا هسمع كلامك في كل حاجه الا الشغل، طبعا احنا عارفين جدا النموذج ده، الا الشغل. ستات كتير جدا طالعه في الموضه دي في كل العالم، الا الشغل. الشغل ده ملكي انا احدد اشتغل ولا لا، اشتغل فين، وطبيعه الشغل ايه. يا سلام، مش حاجه اسمها كده. شغلي كله على بعضي لازم يبقى تحت امرتي. فاللي تيجي تقول لك كده معناها ان هي مش مقتنعه بمبدا الطاعه كاجمال. تقول لك اه والله انا مقتنعه بيه، بس مش مقتنعه بالشغل. اوكي، ربنا ييسر لك، خدي واحد زيك. لما هتاخد واحد زيها هتاخد واحد عنده نقص اساسا، ففي الاخر هتواجه مشاكل كتير جدا. لان الراجل هو راجل متكامل، والست الصح هي ست متكامله، هي باكج على بعضها كده. لما هتاخد راجل هيقبل بالحته دي اللي هو اوكي انت هتطيعيني في كل النقط الا الشغل، فده هو عنده خلل. فده على فكره مع الزمن هتعيش معاه، هي نفسها هتعاني كتير، وده مش موضوعنا يعني. بس هي دي الفكره. فانت مش بس تاخدها متدينه في فكره الشعائر والحاجات اللي هي بتعملها، لا خالص. خدها متدينه في التعامل معاك، عارفه يعني ايه راجل، عارفه يعني ايه تطيعك، عارفه انها لو انت قلت لها حاجه مش ماشيه على هواها تعملها وهي عاديه، مش وهي قلبه وشها وتقلب لك حياتك نكد والكلام ده. خدها واحده في التعامل، الدين المعامله مش بس الدين المظهر. اكيد اللبس مهم جدا، لكن الدين المعامله. تاني نقطه بقى هنتكلم عليها دلوقتي بعد نقطه الدين، ووضحتها بتفسير واضح جدا، هي نقطة إنك لازم تختار واحدة شكلها وجسمها عاجبك. أنا بقول لك على صراحة أهو، اللي عايز يجي يقول بقى أنت شهواني، إيه الكلام الشهواني؟ لا لا، مش شهواني خالص، هوضح لك ليه دلوقتي. خد واحدة شكلها عاجبك وجسمها عاجبك وطريقتها عاجباك، طريقة كلامها، طريقة حركاتها، طريقة أسلوبها كده، هي كده عاجباك. ليه؟ البنت اللي أنت هتتجوزها دي، أنت مش هتتجوزها يوم، ولا هتتجوزها 2 ولا 3 ولا شهر ولا سنة ولا 2 ولا 3. المفروض اللي أنت هتختارها دي هتكمل معاها بقية عمرك. يعني هتموت، يا حد فيكم هيسيب التاني، يا انت هتموت يا هي هتسيبك، في الاخر دي هتكمل معاك عمرك. فانت هتختار واحده هتشوفها قدامك طول حياتك، طول عمرك. فلازم تكون على قدر كبير من الاعجاب بالنسبه لك انت. انا بتكلم بالنسبه لك انت، مش بالنسبه لعيون الناس اكيد. مش لازم تبقى اجمل واحده في الكون، مفيش حاجه اسمها اجمل واحده في الكون، ولا انت احسن واحد في الكون. بس فكره، خدها بجد عاجباك، خدها واحده بجد البنت دي لو شفتها يوم واثنين و10 و20 سنه و30 سنه هي عجباني، هي حلوه عجباني، انا عجباني، عاجبني شكلها، عاجبني جسمها، عاجبني اسلوبها، عجباني حركتها، عجباني طريقه كلامها. خد واحده عجباك، لان زي ما قلت لك دي واحده هتعيش معاها. واللي يجي يقول لك غير كده مش مهم، خدها وسط، اهم حاجه التعامل، خدها وسط، اهم حاجه الحاجات التانيه، الكلام ده غلط خالص على فكره. خد بنت عجباك،
خد بنت شداك. الجاذبيه شيء مهم جدا. ليه بقى؟ لو انت خدت واحده نص نص، مش عاجباك قوي شكلها ومش عاجبك قوي جسمها ولا عاجبك قوي طريقتها، بس عاجبك حاجات تانية كتير، تمام على سبيل المثال، هتعيش اول يوم 2 3 سنه 2 3، وبعدين ما انت كراجل في شكل معين بيعجبك، الشكل اللي بيعجبك ده انت هتشوفه في بنات تانية هتتشد. طب ليه؟ ليه تحط نفسك في الخانه دي؟ ليه تخلي ست تانية بره تملى عينيك؟ خلي اللي انت بتختارها من الاول تملى عينيك. فاختارها من الاول الشكل تاني. انا بقول لك مش لازم تبقى اجمل واحده في التاريخ بالنسبه لوجهه نظرك، لا، خد واحده شكلها بجد عاجبني، جسمها بجد عاجبني، طريقه كلامها بجد عجباني، اسلوبها بجد عاجبني، عامه كده هي على بعضها كده عجباني. النقطه الثالثه بقى، خد واحده انت لما تتكلم معاها تكون متاكد ان انت نفسك عاجبها. دي حاجه جديده شويه، صح؟ هي حاجه جديده محدش برضه تاني بيتكلم فيها. خد واحده اتاكد لما انت تتكلم معاها ان انت نفسك عاجبها. ليه؟ لان نفس الفكره، ممكن البنت اللي انت جاي ترتبط بيها دي هي ما عندهاش الوعي الكافي، زي ما احنا كلنا ما عندناش الوعي الكافي، ما عندناش مستوى عالي من الذكاء العاطفي. ممكن هي تقول لك ايه، هو اوكي مش عاجبني بصراحه شكله، ما بحبش الشكل ده ولا بحب الجسم ده ولا بحب الاسلوب ده ولا بحب الستايل بتاعه، بس هو انسان كذا وكذا 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 وكذا. لا، نفس الفكره، البنت دي هتحتك بناس بره، البنت دي هتشتغل، البنت دي ليها حياه كامله عاديه، هي انسانه عايشه عادي جدا. فممكن تشوف شكل تاني وفي يوم من الايام تتشد له، حتى ولو من جواها، حتى لو تقول استغفر الله العظيم يا رب لا واغض البصر واعمل، طب ليه ده كله؟ فانت خد واحده لما تتكلم معاها تاكد بالسؤال بالذكاء طبعا، وده هبقى نتكلم بقى عليه في فيديوهات تانية، ازاي تقدر تعرف ان انت بجد عاجبها، ان انت بجد شديدها. لان تاني لو انت مش شديدها ممكن هي تتعرض لنفس المشكله اللي انا كنت بكلمك عليها، اللي هي فكره ان هي ممكن تتشد لحد تاني بره. النقطة الرابعة والمهمة جدا، خد واحدة compatible معاك. يعني ايه بقى compatible معاك دي؟ يعني ماشية معاك. يعني ايه ماشية معاك؟ خليني اقول لك متوافقة معاك، في توافق ما بينكم. يعني ايه في توافق ما بينكم؟ في توافق في وجهات النظر في الحياة لقدام. انت ممكن تبقى حد كويس جدا وهي بنت كويسة جدا، لكن حياتكم انتوا الاثنين يعني ماشية بطريقة مختلفة تماما. على سبيل المثال انت عايز تمشي حياتك على سبيل المثال في دولة اكس، وهي عايزه تمشي حياتها في دوله واي. هي بالنسبه لها انا لازم اكمل في دوله واي، انا دوله واي دي بالنسبه لي هي الاساس، انا مستحيل اروح اعيش في دوله اكس. يعني في بنات مثلا تقول لك انا مستحيل اطلع اعيش في اوروبا، اطلع اعيش في كندا، اطلع اعيش في استراليا، اطلع اعيش في اي دوله من دول المهجر، لازم اعيش في دوله عربيه، ما اقدرش اعيش في دوله من دول الاجانب، ما اقدرش هعيش حياه كئيبه جدا. هي حره، هي مش غلطانه هنا على فكره، هي عندها وجهه نظر وتحترم. راجل تاني يجي يقول لك لا انا شايف ان الدول العربيه مثلا وضعها مش احسن حاجه، عايز اطلع اعيش بره. هو حر برضه، عنده وجهه نظر. يقول لك عايز اطلع اجيب باسبور بعد كده ارجع، هي تقول لك انا مش هقدر اطلع الطلعه دي. فانت لازم من الاول تتكلم معاها على نظره الحياه قدام. نظره الحياه قدام دي مش بس على الدوله طبعا، ده بس بدي لك نموذج. عيالنا هنربيهم ازاي؟ هنجيب كام ولد؟ شايفه طريقه التربيه هتمشي ازاي؟ اسلوب البيت ساعتها هيمشي ازاي؟ لازم تتكلم معاها كويس على النظره المستقبليه للحياه عامه. النقطه دي مهمه جدا. ناس كتيره بتتجوز بعض وبعد ما بتتجوز بيكتشف يقول لك ان انا مثلا على سبيل المثال ان انا عامل حساب اطلع الخليج اجيب لي قرشين، والتانيه تقول لك لا انا عامل حساب ان اقعد في مصر مش عايز اطلع بره بلدي، بعد ما يكونوا اتجوزوا وجابوا عيال ويخشوا في مشاكل مع بعض والناس تخش تهدي ما بينهم. واحنا كلنا عارفين ان المشاكل زي دي كتير. فانت لازم من الاول تختار واحده تكون كومباتبل معاك في فكره النظره للحياه، النظره للمستقبل، طريقه نظرتها للحياه متماشيه معاك. النقطه الخامسه، خد واحده كومباتبل معاك، بس مش بس على الحياه، كومباتبل معاك في الحاجات الشخصيه اللي انت بتحبها. دول يعني ايه الحاجات الشخصيه اللي انت بتحبها؟ بصوا يا جماعه، كل انسان فينا سواء كان راجل او ست، بس الفيديو ده موجه للشباب، كل شاب فينا بيحب حاجه معينه في البنت اللي قدامه. يعني على سبيل المثال انا مثلا بحب الكوره، على سبيل المثال انا بحب الكوره، فانا عايز واحده فعالي لما اتجوز واحده تحب تقعد تتفرج معايا على ماتشات الكوره. انا عايز واحده تهتم بيا باسلوب معين، تدلعني بشكل معين. فانا عايز واحده لما اتجوز واحده تهتم بيا بالحاجات دي. انا لو ما خدتش الحاجات دي احس ان انا ما اتجوزتش. انا مش متجوز في الاخر عشان البنت ما تدينيش الحاجات دي، لا انا منتظر من البنت اللي اتجوزها تديني النقط دي. كل انسان فينا عنده حاجات شخصيه جواه كده ما بيحبش يحكيها لحد او بيحكيها للمقربين جدا. الحاجات دي بتهمه جدا، بينبسط قوي لما بيسمع ان في ست بتعمل كده لجوزها. خد واحده تكون متاكد ان الحاجات الشخصيه اللي انت ما بتحبش تحكيها لحد دي، الحاجات السريه ايا كان نوعها ايه، سواء كان في العلاقه الحميميه بينك وبينها، سواء كان في الهزار والضحك اليومي، سواء كان في اسلوب الحياه، سواء كان في شكل وشها. في واحد يقول لك انا احب البنت اللي تقعد تتكلم طول الوقت وتهزر وتفرفش، واحد يقول لك لا انا مش عايز صداع، انا احب البنت الهاديه المستكينه اللي تعمل حاجتها بهدوء. هي الناس شخصيات. فاللي بيحب الهدوء ده لو جات له البنت الفرفوشه اللي بتهزر وبتتكلم كتير طول الوقت هيشوفها صداع ويقول لك ايه الصداع ده؟ ايه القرف ده؟ ناس تانية مثلا زي حالاتي لا انا احب الناس اللي بيرغوا سواء كان شباب او بنات، احب اللي بيتكلموا كتير. طب انا لو اخدت واحده هاديه ما بتتكلمش كتير او بتتكلم عادي هشوفها ممله جدا، لا انا عايز حد بيتكلم كتير معايا، عايز حد فيه تفاعل كده وفيه انسجام. تمام. فمهم جدا 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 انك تختار واحده تكون كومباتبل معاك في الحاجات الشخصيه الداخليه دي. اخر نقطه بقى هتكلم عليها وهي النقطه السادسه، والنقطه دي مهمه جدا. النقطه دي من غيرها انت يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده مش هيحصل حاجه. خد
واحده شريكه حياه تكون حنينه، تكون حنينه. يعني ايه تكون حنينه؟ يعني تكون رحيمه. انت ممكن تاخد واحده ملتزمه جدا دينيا، تعاملك كويس، نظرتها للحياه زيها زيك، بتلبي لك طلباتك الشخصيه وكومباتبل معاك في طلباتك الشخصيه وعاجباك وانت عاجبها كل حاجه، لكن عندها قسوه قلب. يعني ايه عندها قسوه قلب؟ يعني لما بيحصل مشاكل او بيحصل اي حاجه بتلاقي عندها قسوه في القلب، قسوه في التعامل. مش فكره بتتقمص وبتزعل زياده، لا 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 لا، بتقلب وشها وممكن تبتدي ما تديلكش حقوقك كامله قوي على قد ما تقدر، او تلاقيها بتديها لك كامله بس وهي على مضض. عارفين المشكله هنا دي بتكون ايه؟ مشكله في الحنيه، مستوى حنيه البنت اللي قدامك. حد دلوقتي يجي يقول لك طب انا ازاي البنت اللي هتكلم معاها اعرف انها حنينه ولا لا؟ عايز تعرف ازاي الشخص اللي قدامك هو حنين ولا لا؟ هقول لك ازاي تعرف كويس. شوف والدتها. انت بتروح البنت مش هتتجوزها وخلاص، انت اكيد هتتكلم معاها كتير وهتشوفها هي واهلها وهتشوف كل حاجه. لو الوالده، لو الست اللي في البيت هي البنت، الست فعليا ست حنينه وست طيبه وبتعامل عيالها بحنيه، خليك عارف ان بنسبه 99% بنتها هتكون حنينه. لو الست اللي في البيت هي القرار ليها، هي المتحكمه، الراجل ملوش كلمه، هي الشديده، هي اللي بتقسى على العيال عشان العيال يمشوا عدل، خليك عارف ان البنت دي مستحيل تكون تمتلك الحنيه، مستحيل تمتلك الحنيه. الحنيه نقطه اساسيه جدا. واحد ممكن انتم مش قادرين تتخيلوا حجم كلمه زي كلمه ان اهميه نقطه زي نقطه الحنيه على العلاقه اللي انت هتعيشها في حياتك كلها. يا جماعه الحنيه نقطه رهيبه، يعني الحنيه دي حرفيا بتحل كل المشاكل. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت كملت الفيديو ده فشكر خاص مني ليك ان انت عرفت تكمل وقت الفيديو كله. وزي ما قلت لكم شيروا الفيديو ده مع الناس عشان الناس كلها تستفيد والفايده تعم الناس كلها رب باذن الله. ولو انت حابب تعرف ازاي تخلي الشخص اللي قدامك يرجع يهتم بيك زي الاول، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.